دكتورنا، احنا استمعنا الى الاستطلاع الرأي، وهو هو متى او كيف ترى عودة اللاجئين السوريين؟ هو ايضا السؤال احنا نطرحه عليك. هذا السؤال الذي لا جواب له. لا قوة الا بالله. قد يكون بعد شهر وقد يكون 10 سنوات قادمة. يا الله. هذا الجواب أنا بقول ما لم يكن هناك تدخل إلهي مفاجئ غير متوقع، الأمر طويل كثير. يا الله، نسأل الله عز وجل. هي الحقيقة المرة التي أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. طيب دكتورنا، بدي استأذنك، أنت شو بوادر هذا الحل الرباني؟ إنه كيف إحنا نكون مع ربنا؟ كيف أسباب هاي الحقيقة المرة التي قد لا يرضى الناس عنها؟ حلو. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هي من الآخر سيدي. واضحة. والدليل آيتان: آية بتغطي الأفراد، آية بتغطي الجماعات. آية الأفراد: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فهذا الكون مسخر للإنسان تسخيرين: تسخير تعريف، تسخير تكريم. فالإنسان الكامل موقفه من تسخير التعريف أن يؤمن، ومن تسخير التكريم أن يشكر. فإذا آمن وشكر حقق الهدف من وجوده كفرد. يا الله. وعندئذ تتوقف جميع المعالجات الإلهية بنص القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هي آية الأفراد. آية الجماعات: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت يا محمد سنتك مطبقة في حياتهم، في كسب مالهم، في إنفاق مالهم، في لقاءاتهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في علاقاتهم، ما دامت سنتك مطبقة هم في مأمن من عذاب الله. يا الله. في مأمن ثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأنت مرة تنجو من عذاب الله بطاعتك، ومرة باستغفارك، كأمة، كمجموع، كمجتمع. أما الفرد لمجرد أن يؤمن ويشكر انتهى العذاب. يا الله. أما إذا لا نريد كل شيء بلا دفع ثمن باهظ، مشكلة. النتائج الكبيرة لها مقدمات، فمن دون مقدمات من السذاجة والغباء أن تتوقع نتائج باهرة من مقدمات تافهة.